عمرك سألت نفسك ازاي الاقي شغفي وايه اهمية الشغف؟ طب احنا ليه دايما ما بنبقاش متحمسين على طول؟ ليه بنتحمس لما نسمع حاجة موتيفيشن كده وتحس ان هكسر الدنيا وهعمل واول ما اقفل ولا اروح بحس اني فقد الشغف كده ومش متحمس؟ في الفيديو ده هنتعرف على حل لكل الأسئلة دي. اول حاجه، يعني ايه شغف؟ الشغف هو رغبه قويه انك تعمل الحاجه اللي انت بتحبها، ومش لازم يبقى شغل، ممكن يكون مثلا دراسه او هوايه، ممكن يكون رسم، كتابه، اي حاجه انت بتحبها ولاقي نفسك فيها. شعور قوي كده بالحب اللي انت بتعمله، حاجه كده بتديك حماس وتدفعك ان انت تشتغل وتنجز وتحقق وتبقى على يقين انك هتنجح. يعني ممكن نعتبره كده انه زي البنزين اللي بيحفزك وبيحركك وبيفتح نفسك للشغل وبيدفعك للاستمراريه. طب ايه اهميه الشغف؟ الشغف هيخليك متمسك بالحاجه اللي انت بتعملها وهتبقى شغوف بيها، فلما يبقى عندك شغف هيبقى عندك حماس، ولما يبقى عندك حماس هتقدر تكمل في الحاجه اللي انت بتعملها، سواء مذاكره او رياضه او اي حاجه. والشغف مش هيخليك تحس بالوقت، والوقت هيعدي ومش هتحس بيه لانك عندك حماس وشغف بالحاجه دي. يعني في اقتباس بيقول اذا كنت تعمل بشغف فلن تشعر يوما وكانك تعمل. طب لحد هنا حلو قوي. ايه بقى اللي بيحول شخص من شحنه طاقه ونشاط وعايز ينجح في شغله ودراسته حد مطفي وفاقد شغفه ومش قادر يكمل في حياته، وكل حاجه بالنسبه له بتفقد قيمتها ومتعتها وما بقاش فيه طاقه ولا دافع لاي حاجه؟ بص، هو فقدان الشغف ملوش سبب واحد او اتنين، واسباب كتير ممكن تسبب بفقدان الشغف. ممكن مثلا اقول لك الشعور بالملل، انك بتعمل الحاجه كذا مره وما بتدورش على حاجه جديده وما بتحاولش تبدع فبتفقد شغفك. ممكن يبقى الخوف من الفشل، لانك مش عايز تجرب اي حاجه جديده فخايف تفشل فبتفضل واقف مكانك. خلي الانسان يفقد شغفه للسعي هو عدم استعداده لدفع ثمن للانجاز. طب نقدر نعالج فقدان الشغف ازاي؟ وهنا هقول لك، هل انت محدد شغف بالفعل وعايز ترجع شغفك فيه من تاني، ولا عايز تدور على شغف من اول وجديد؟ لو محدد هدف بالفعل فاسال نفسك كل ما تقف هو انت بدات ليه؟ اسال نفسك ايه العطل اللي حصل ونصلحه ازاي؟ يعني ممكن بانك تنجز شويه شغل، وانك تبدا في الشغل عشان تقدر تستحضر الحماس، لان الانجاز والتقدم ده بيديك شعور حلو، والشعور الحلو ده هيحفزك ويديك حماس في انك تستمر، وهكذا. ولو اخدت بالك من النقطه دي انك ما بتبداش بالحماس، انك بتبدا بالشغل بغض النظر عن مستوى حماسك ورغبتك. اما بقى لو انت عايز تحدد هدف بقى وتبدا، احب اقول لك ان مفيش حد ما عندوش موهبه، فتدور على نفسك بانك تخرج من الزون. يعني ما تكونش حابس نفسك في اوضتك وتقول اصلا مش لاقي شغفي. اطلع وجرب حاجات جديده، روح هنا وهناك، اكيد هيجي لحظه هتحس انك لقيت شغفك اللي بتدور عليه من زمان. يعني كنت سامع بودكاست لصلاح ابو المجد كان بيقول ليه ما بنشتغلش كويس؟ اصل مش لاقي شغفي. مفيش حد بيلاقي شغفه الا بعد تجارب. اللي بيحركنا في الاساس هو الخوف، ثم الرغبه في المزيد، ثم الشغف. يعني في قاعده كده، الشغف يحرك الهواء، والمسؤوليات تحرك المحترفين، والفضول يحرك العباقره. فما تستخدمش الشغف ده هو الموتور اللي بيحركك، لكن لازم تفهم ان الشغف ده هيزورك من فتره للتانيه، مش هتلاقيه دايما موجود عندك. يعني انا النهارده لو مزاجي وحش ومعتمد على الشغف بتاعي هو اللي هيحركني، انا مش هقوم من مكاني ولا هشتغل. لكن في فكره ان انت لازم تبرمج نفسك ان انت عندك هدف ولازم تستمر عليه سواء مزاجك حلو او مزاجك وحش. الفكره هنا انك ما تخليش الموتور بتاعك هو الشغف اللي بيحركك، خلي الموتور هو الاستمراريه سواء مزاجك حلو او مزاجك وحش. وفي النهايه احب اقول لك، الشغف هو الحاجه اللي هتخليك تصحى كل يوم الصبح متحمس ليومك الجديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا الاشعارات. مش هوصيكوا بقى باللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير.